ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم ذا مونكي. قصة الفيلم بتحكي باختصار عن اخوات توأم لما ابوهم بيختفي فجأة بيدوروا في حاجته بيلاقوا ان هو عنده لعبة قديمة، وكل ما اللعبة دي بتشتغل بتحصل حاجة غريبة وحد بيموت. لما بيتأكدوا من كده بيقرروا ان هم يتخلصوا من اللعبة دي خالص، بس بترجع تظهر تاني بعد فترة طويلة وبيضطروا ان هم يرجعوا تاني ويواجهوا مخاوفهم القديمة. انا كنت مستني الفيلم ده، يمكن ده يكون من اكتر افلام الرعب اللي انا كنت مستنيها السنة دي، لان الفيلم ده من اخراج اوزجوت بيركنز اللي عمل السنة اللي فاتت لونج ليكس، واللي انا بالنسبه لي كان عاجبني جدا وكان فعلا من افلام الرعب القويه السنه اللي فاتت. والفيلم متاخد من قصه قصيره لستيفن كينج. وبالنسبه بقى للفيلم ده، هو الفيلم غريب، تحسه حلو بس مش راكب قوي على بعضه. بس اول حاجه كده لمحبين افلام الرعب ولمحبين الافلام الدمويه بمعنى اصح، الفيلم ده فيه كميه قتل معمول بشكل حلو، طرق قتل كرييتيف اوفر ذا توب، الدم الكتير، الحاجات دي كلها لكل محبين الدم هيقدروا اول الحاجات دي هنا. والفيلم عموما كده بطريقته والستايل بتاعه بيفكرك فعلا شويه بافلام الرعب القديمه بتاعت الثمانينات والتسعينات، الافلام الرعب الغريبه شويه دي. هو اصلا الفيلم يعتبر هورر كوميدي، والكوميديا مديها شويه للغرابه اللي في الفيلم، وده بيخليها تفكرك اكتر بالافلام الرعب الغريبه شويه القديمه بتاعت الثمانينات والتسعينات. بس في نفس الوقت يمكن الكوميديا دي هي اللي كانت اكتر حاجه موحشه الفيلم. زي ما كنت بقول، فيلم مش راكب على بعضه خالص، الكوميديا مش موفقه، وقتها غريب جدا، بتيجي ما بين احداث مهمه جدا واحداث دارك قوي، تلاقي ناس مهمه ماتت وفجاه يجيبوا لك لقطه كوميديه بعدها على طول. والفكره هنا مش فكره ان مثلا حد يموت وبعد كده يجوا يعملوا لقطه كوميديه، او حد يهزر او يتصرف تصرف غريب او يقول كلام كوميدي شويه او حاجه. هي اصلا افلام الرعب كوميديه. لو مثلا احنا هنتكلم عن حاجه زي سكريم كان فيلم رعب كوميدي فيه شخصيات كوميديه بتقول كلام يضحك، او يمكن عشان هم بيتريقوا افلام فده اللي بيجيب الضحك. بس لما كان بيجي وقت الرعب وكان بيجي الناس اللي بتموت، كانت ما بتحسش ان في حاجه كوميديه بتقطع الموضوع ده، الناس كانت بتتصرف تصرف طبيعي ملائم للموقف نفسه. ما تلاقيش حد مات او حدث مهم حصل فجاه يخبطوه بحاجه كده كوميديه تطلعك بره المود اصلا. وطبعا هنا مش بتكلم ان حته الناس اللي بتموت في افلام الرعب دي بتبقى حاجه جد قوي، بتبقى حاجه محزنه وصادمه وبتاع. ده الفكره اصلا انت بتتفرج عشان الناس دي تموت وتشوف طرق القتل الكرييتيف اللي بيموتوا بيها والدم بقى والكلام ده كله. وده اللي بيخلي في الاخر الافلام دي حتى لو مش مصنفه كوميديه بتكون في الاخر افلام بوب. بس على الاقل لما كنت بتيجي في اللحظات المهمه ما بتحسش انها بتتقطع بلحظه كوميديه مالهاش اي لازمه. ولو برضه هنتكلم عن افلام الرعب الكوميديه الغريبه شويه، يعني يمكن اكتر حاجه بتيجي في دماغي لما بفتكر افلام الرعب الغريبه دي شويه ايفل ديد، الافلام القديمه بالتحديد. هي الاحداث نفسها جايه بطريقه كوميديه بس الاحداث جد، يعني المخاليق الغريبه اللي بتظهر بتقعد تطارد الابطال والكلام ده كله هي احداث جد، وبيكون في سنه الخطر على البطل والكلام ده كله. بس الطريقه نفسها اللي بتحصل بين المطاردات دي، الكلام اللي بيتقال بيكون حاجات كوميديه بس برضه مش بتطلعك من المود العام، لان هي بتبقى خلاص الكوميديا داخله في الموضوع اصلا. والاهم من كده ان الاحداث في الافلام دي مهما كانت جد او حزينه شويه ما بتبقاش دارك بزياده، لا هنا الاحداث اصلا تقريبا الكوميديا بتدخل تقطع لك الموقف الجد بطريقه غريبه جدا. الاحداث دارك جدا، الاحداث اصلا ما تستحملش الكوميديا. انت هنا مش بتتكلم في ناس بتموت وخلاص، لا ده ناس قريبه جدا من الابطال، وانت بتتكلم في قصه ان الابطال اللي فيها الاخين هم عايزين يموتوا بعض، هم كارهين بعض لدرجه ان هم الاثنين عايزين يموتوا بعض اصلا. فالقصه دارك بما فيه الكفايه، مش مستحمله حته الكوميديا خالص. والكوميديا مستفزه، يعني غير انها بتدخل في الموضوع كده ملهاش اي مجال في القصه، هي مستفزه لانها جايه من كوميديا المشاهد الاوكورد اكتر، الناس بتتصرف تصرفات غريبه، حد مش عارف يقول ايه او يتكلم ازاي في موقف حزين او في موقف جد، ومش عشان الشخص ده كده، لا هي الكلام نفسه غريب. لو اي حد طبيعي او حتى مش طبيعي مش هيعمل كده في المواقف الجد دي، او مش هيقول الكلام ده في المواقف الجد دي. وده مش من جو افلام الرعب السرياليزميه دي اللي بتدور في عوالم غريبه تحس انت بتتفرج على فيلم بتدور في عالم خيالي الناس بتتصرف بالتصرفات الغريبه دي. لا هو لا بالعكس، ده الفيلم بالرغم من ان القصه اللي بتتكلم على لعبه على قرد بيطبل في الطبله بتاعته فده بيخلي الناس تموت، لا هم واخدينها بدرجه من الجديه لما بيخشوا في المشاهد الجديه، والقصه زي ما قلت لك احداثها دارك بالنسبه لفيلم الرعب اصلا، هم واخدينها بدرجه من الجديه تخلي الكوميديا لما تيجي ملهاش مجال. وحتى اللقطات الجديه دي لما بتيجي برضه ما بتكملش الاخر، عشان لو الفيلم فضل جد بزياده فتحس ان هو مش مناسب ان هو يكون فيلم كوميدي، فتلاقي فيلم متصارع، لا عارف يكون فيلم كوميدي صريح ولا حتى يكون فيلم رعب دارك وفيلم جد صريح فعلا. مع ان البريمس لوحده بتاع الفيلم اصلا فكره اللعبه لما بتشتغل حد بيموت وطرق الموت نفسها دي في حد ذاتها كفايه تخلي الفيلم حتى لو مش كوميدي فتخليه فيلم فن، لو تخليه فيلم الرعب المسلي اللذيذ ده. بس لا هي محاوله اقحام الكوميديا كانت مبوظه الموضوع ده خالص. يمكن الفيلم ما ظبطش شويه الا بعد ساعه من الفيلم، يعني لما خلاص دخلنا شفنا الابطال هم دلوقتي كبار وبتحصل حادثه اللي بتخليهم يرجعوا تاني للمدينه اللي كانوا فيها والكلام ده كله، بتلاقي ان الفيلم كده بدا يهدى اكتر او يعتمد على البريمس لوحده. خلاص هو البريمس اصلا لوحده مش هناخده بجديه، ده مش بريمس يتاخد بجديه في حد ذاته، وهم سووا بقى كده وكان فعلا في شويه موتات حلوه وتضحك، وطبعا الدم والحاجات الاوفر اللي انت متعود عليه في افلام الرعب من النوعيه دي. حتى الكوميديا كانت مقنعه الى حد ما بعد الساعه الاولى دي، وفي اخر الفيلم خلاص الفيلم بيوصل لقمه الهبل بقى وانت خلاص مقتنع، لان صح هو ده البريمس بتاع الفيلم. صعب ان البريمس ده يتعمل بطريقه جد عن كده، هو كان مناسب قوي، التون كان مناسب جدا في اخر ساعه، مع ان برضه حتى اخر مشهد في المشاهد اللي في الاخر لما بتحصل المواجهه الكبيره ما بين الاخين
بتلاقي زي ما يكون كده في لحظة إدراك كده ونضوج كبير للشخصية الرئيسية وبتاع، وزي ما يكون تحس الفيلم عايز يطلع رسالة ويعلم درس وبتاع، وبعدها بلحظة على طول كل ده بيتلغي تاني أصلا، ما تفهمش المشهد ده كان جاي بسبب إيه. بس لو هو خلاص أنت كده كده وصلت لآخر الفيلم، فأنت مش فارق معاك بقى أي حاجة، وخلاص أنت أوريدي شفت قد إيه الفيلم قلب سيلي أكتر، قلب أهبل أكتر عشان خاطر يناسب البريمس ده، فأنت مكمل. اللي يغيظ بقى في ده كله ان فعلا قصه الفيلم كانت حلوه، قصه الاخين اللي بيكرهوا بعض، الاخ اللي بيكره اخوه عشان ابوه اللي سابهم وهم صغيرين وهو مش عارف هو سابهم ليه، وفاكر ان اخوه السبب، فده اللي مخليه كارهه من هم عيال صغيره، والازمه الكبيره اللي حصلت لهم بعد كده اللي بعدتهم عن بعض اكتر، والتروما اللي مروا بيها وبان هي اثرت عليهم قد ايه لحد ما كبروا. وانت بتشوف التروما دي بتوصلهم لايه وهم كبار، بتشوف الاثنين حياتهم بقت عامله ازاي وهم كبار، واحد فيهم عايز يعمل ايه في الثاني، الثاني عايش حياته ازاي اصلا. فالقصه نفسها حلوه، لا وكمان تنفيذ القصه كان حلو. الفيلم خد وقت مش قليل مع الاخين دول وهم عيال صغيره، ولقيت القصه فعلا بالنسبه لفيلم رعب هي المفروض انها تكون مقنعه، واخدين وقت كافي، بانيين احداث بشكل حلو، وفعلا القصه تحسها مفروش لها حلو في الاول. الاخراج اوزجود بيركنز اللي عمل لونج ليكس، ومع ان الفيلم ده مش بيقلد لونج ليكس ولا حاجه، بس انت بتشوف شويه من التاتشات دي، بتشوف شويه من المخرج اللي عمل فيلم زي لونج ليكس، المود الغريب، الكادرات الواسعه الحلوه، الاضاءه المظلمه شويه عشان افلام الرعب والكلام ده كله. والفيلم عموما فيه مود غريب شويه بس مش كامل، لان لما كان الفيلم بيحاول يميل للحته الدارك اكتر بتاعت القصه ويلتزم بالدراما، هي بتتقطع بلقطه كوميديه بتخرجك بره الموضوع على طول في ساعتها. وحتى في الكوميديا معظم اللقطات الكوميديه برده ما بتكملش لاخرها، انت تحس ان هم كانوا عايزين يعملوا فيلم غريب، اللي هو فيلم رعب كوميدي غريب شويه، بس في نفس الوقت كانوا عايزين يعملوا فيلم جاد، وفي نفس الوقت عايزين يعملوا فيلم ما تاخدوش بالجديه اللي هي، عشان خاطر البريمس نفسه بتاع الفيلم القرد اللي عمال يطبل والناس اللي بتكون بسبب الموضوع ده. مع ان اللقطات الكوميديه لما كانوا بيروحوا الكوميديا مش الاوكورد قوي، مش اللي لها علاقه بالاشخاص بيتصرفوا تصرفات غريبه، بيقولوا كلام غريب بالنسبه للسيتويشن اللي الناس دي محطوطه فيها، ودي كانت بتبان اكتر في طرق السرد. كان في فويس اوفر كتير في الفيلم، مع حد مثلا بيحكي حاجه وان هم هيجربوا حاجه وتشوف حد مات بعدها على طول، طريقه القطع دي على طول لما تشوف فجاه الشخص اللي مات والكلام ده كله، وما كان في كده زي فوتو مونتاج الناس عماله تموت وبتشوف طريقه الموت بتاعتهم عامله ازاي، دي كانت كوميديا لايقه، وكانت في بعض المشاهد فيها فعلا تضحك بالنسبه لمستوى الفيلم بما ان هو دارك كوميدي، ودي كانت في بعض الاوقات تحسها انها موفقه فعلا جدا وماشيه مع المود الغريب اللي الفيلم كان عايز يعمله. ده حتى التمثيل كان كويس من معظم الناس اللي في الفيلم، بس الفكره بالذات في البطل ثيو جيمس اللي هو طالع من دورين في الفيلم ده، هو كان عامل الدور فعلا بشكل حلو وكان مقنع جدا في الفيلم، وبما ان هو بطل القصه وانت يعتبر بتشوف الفيلم من وجهه نظره هو، فكان لازم يعمل دور مقنع. وحته الشخصين كمان، وان هو بياخد وقت على ما بيظهر، هو تقريبا ما بيظهرش الا بعد نص الفيلم، بحبه كمان، هو تقريبا ما بيظهرش الا بعد 50 دقيقه ولا بعد ساعه من الفيلم، فانت تحس ان انت قدام نص فيلم حلو، فيلم فيه العناصر تخليه فيلم حلو، وفيه العناصر تخليه فيلم اوريجينال شويه، او فيلم رعب غريب مش حاجه تقليديه بتشوفها كتير. وفي نفس الوقت بما انه جاي من مخرج فيلم زي لونج ليجز، برضه ان هو مش بيحاول يقلد لونج ليجز، ودي برضه كانت من الحاجات اللي فاجئتني شويه، ان الفيلم ما استغلش نجاح لونج ليجز وخلاص بما انه يعني نفس المخرج وكده، بس تحس انهم كانوا عايزين يعملوا فيلم غريب وفي نفس الوقت فيلم حقيقي، ويبقى فيلم واقعي، وفي نفس الوقت فيلم كوميدي، وشويه يبقى فيلم ساخر، وبرضه يبقى فيلم سيلي او فيلم اللي هو الاهبل عشان خاطر يناسب البريمس بتاع الفيلم، وتحس ان كل دول تصاروا مع بعض ما نجحوش خالص مع بعض. انا بالنسبه لي كواحد بحب افلام الرعب مش قادر اقول ان انا اتضايقت من الفيلم، الفيلم ما عجبنيش، ما كانش الفيلم جامد يعني، وطبعا ما قابلش توقعاتي قوي يعني، بس برضه هو فيلم غريب حتى لو ما ركبش على بعضه في الاخر، بس هو ستيل هو حاجه غريبه شويه بالذات بالنسبه لمحبين افلام الرعب. وايه بس كده، واحد له 6 من 10. وايه بس كده، ده كله على فيلم ذا مانكي. انت شفت الفيلم ولا لسه؟ لا شفتوه اكتبوا لكم في الكومنتات، انا ما شفتوش. لو انتم من محبين الرعب اتفرجوا عليه، حتى لو مش حلو فهو يتشاف برضه، حتى لو ما عجبكوش في الاخر يعني، زي ما انتم هو فعلا هو فيلم غريب ومحبين الرعب هيقدروا الفيلم ده. انما لو انت مش فارق معاك رعب زي اي حاجه تانية يعني، المهم يبقى الفيلم حلو وخلاص، ممكن ما يجيبش معاك قوي. مستني اعرف رايكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.